عالي. السلام عليكم. هنتعلم ان شاء الله مع بعض حركه فرونت فليب، من امتع واقوى الحركات. نبدا يا شباب دلوقتي نتعلم الرول. الرول هي الشكل المبسط لحركه الشقلبه الهوائيه ولكن على الارض. طب هنعمل الرول ازاي؟ هنزل تحت بالشكل ده واخلي ايدي الاثنين امامي، تمام؟ طيب وانا محمل على ايدي كده بكل بساطه ايه اللي انا هعمله؟ هطلع لقدام والف راسي وازق رجلي الاثنين. بصوا ازاي اطلع لقدام، يعني هروح على الارض بالشكل ده اهو والف وامسك رجلي كده، تمام؟ ده اسمه طق، بمسك طق بالشكل ده. اهم حاجه ان انا ما المسش اطلاقا براسي الارض، اطلع قدام والف واخد رجلي الاثنين مع بعض. ان في ناس بتعمل كده، ده مش صح، لا لازم قدم الاثنين مع بعض. نسرع الرول ديت علشان نقف. ازاي يا كابتن جابر؟ وانا ايدي للامام هروح قدام والف واقف كده. بعدين بقى احاول اعمل حركه وانا واقف. ازاي؟ بكون واقف بالشكل ده، هنزل تحت واحط ايدي واتدحرج واقف، هنزل تحت واجي لقدام والف واقف. هنبدا بقى نعمل نفس الحركه ديت ولكن بالجامب. طيب نفهم الجامب لوحده، لان الجامب هو اللي فيه الباور كله بتاع الحركه. انا بنط ازاي؟ وانا واقف بالشكل ده بنزل سكوات تحت، وانا بنزل سكوات باخد ايدي ورا كده. بصوا ازاي اهو تحت كده. بعدين بقى هنط فوق، يبقى انا بنزل الاسفل ثم بقفز للاعلى مع حركه اليدين. يعني بصوا وانا بنزل ايه اللي بيحصل؟ ايدي ترجع للخلف كده اهو. هطلع بقى فوق وايدي تروح على ركبتي كده، تمام؟ يبقى الحركه عباره عن ايه؟ نزول وطلوع. نشوف بالجنب وانا واقف اهو. نزول طلوع. احاول اجيب ركبي عند مستوى صدري، اعلي فوق قوي جامب. تاني نزول طلوع. اجين مره تاني. نزول طلوع. حلو قوي كده. احنا فهمنا حركه الرول على الارض وفهمنا حركه الجامب. نبدا بقى نطبق الكلام ده على مرتبه اسفنجيه. بعدين هننفذ بقى حركه القفز مع الدحرجه على مرتبه اسفنجيه بالشكل ده، تمام؟ ولكن قبل ما تعمل الدحرجه لازم تتاكد انك انت بتقفز الاول. طب هعمل الحركه دي ازاي؟ هرجع ورا بالشكل ده. حلو. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجري وهعمل ستوب، هقف مره واحده ثم هطلع لفوق. طب بصوا كده معايا ازاي اهو. 1 2 يلا يا يوسف. بجري بنزل بطلع. يبقى لازم يكون في نقطة ارتكاز. نقطة الارتكاز دي انت بتاخد منها القوة بتاعة الجامب بتاعك. تاني انا ثابت اهو بالشكل ده، هجري 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 وانزل كده على قدم الاثنين. وانا بنزل بالشكل ده على طول سكوات اروح ايه بقى؟ طالع الجامب. هاخدها مرة واحدة. يلا يا يوسف. انزل 1 2 واكرر كتير. بصوا معايا بجري. 1 2 يلا يا يوسف اخر مرة. او جري نزل تحت طلع فوق. شايفين؟ هنبدأ بقى نعمل مع الحركة دي الدحرجة، يعني هقفز على ايدي الاثنين. ازاي يا كابتن جابر؟ بصوا كده القفزة لوحدها. هجري هنزل 1 ونط كده على ايدي. يلا يا يوسف اهو بصوا معايا 1 ونط على ايده كده. طيب وانا بقفز بقى على ايدي الف راسي بحيث ان راسي ما تتلمسش مع المرتبه. بجري اهو 1 اهو 2 يلا يا جو. 1 2 برافو. واخلي اتجاه نظري يا شباب للاعلى، تمام؟ يبقى تاني اهو نزلت 1 اهو 2 بالشكل ده. يلا يا جو 1 2 اهو نزل 1 طلع فوق بالشكل ده. احاول بقى المره يا شباب اخدها اقوى، بمعنى جريت اهو 1 2 هلاقي نفسي نزلت قاعد بالشكل ده. يلا يا جو اهو 1 2. طيب انا بقى علشان انزل واقف على رجلي الحركه اوريدي بتحتاج مني تكرار كتير. المهم انك انت ما تلفش بسرعه، يعني ما تعملش كده تروح لافف مش تيجي معاك، لا لازم تحس بالجامب بتاعك. اول ما تلاقي نفسك حسيت بالجامب ده تطلع لفوق ارمي ارمي، خلي اتجاه نظرك للاعلى. حلو. طيب هجري اهو سلو موشن. بصوا كده معايا نزلت قفزت اهو لفيت. الله نزلت على رجلي بس قاعد. حلو. ده معناه ان انا الباور بتاعي بقى اعلى. يلا يا جو اهو نزل 1
اتنين. حلو. احاول ان انا بقى ارجع ورا جامد واركز ان انا اقف على رجلي. ها هجري نزلت. ها واحد اتنين. حلو. في احلى. يلا يا جو. واحد اهو جت معانا الحركه اهو نزلت اهو. حلو قوي. يلا يا جو. لقيت نفسي عملتها حلو بقى. ابدا بقى بعدين انا ايه اعملها على مرتبه واحده بدل ما انا كنت بعملها على المرتبتين. نفس الفكره. هجري اهو نزلت واقفز. حلو جات. يلا يا جو اهو واعلى لفوق. وكل مره بتحدى نفسي ان هي هتيجي افضل. ها بجري خدت الجامب ورميت فرونت فليب. يلا يا لحد بقى ما اوصل لمرحله ان انا ايه هشيل المرتبه خالص. بعدين بقى تحاول تعملها على نجيله زراعيه او على رمل او على بساط زي ده. عايش. يلا يا جو احلى وحش عالي لحد ما اجيبها واقف بالشكل ده. ومره مع مره هتيجي اعلى وافضل. كات. لحد ما اجيبها